أستاذ سيد ما اكتفاش كمان هنا بتوثيق العادات والتقاليد للمجتمع في التعاملات، لكن حتى ركز على موضوع الأكل كمان. فما فيش بيت في الصعيد أو في القرية اللي بيتكلم عنها الأستاذ سيد اللي فيها خالتي حميدة ومثيلاتها. فاحنا عندنا مش بس خالتي، ده خالتي عيدة وخالتي حميدة وخالتي فلان وخالتي سلوم ولا سلوم سلوم. فاحنا بنتكلم في حتى الاسامي نفسها. لا ده كمان البيت كمان ما فيهوش بيت بيخلو من المش. فبيتقال هنا ساي حسب ما قال الاستاذ سيد اسمه البلاص، البلاص او الجره او الجره، واللي يكون فيها وفيها الجبن دي اساسي يعني. دي زيها، هو شبهها بالسلطه، ان لا تخلو وجبه او مائده دون وجود هذا الطعام. عرفنا كمان لما كان طالب في جامعه الازهر بان هو بياخد معاه بعض الخبز بانواع مختلفه، الشمسي وقراقيش وقرقوش بقى، ما اعرفش حضرتك بتقول حاجات كده. فاذا في حاجات معينه مرتبطه حتى بطبيعه الوجبات اللي بتقدم في هذه الاماكن. فاحنا بنتكلم في نقل لثقافه معينه، نقل لطبيعه مجتمع، لشخصيات ضحية ظروف مختلفة. خالتي حميدة مش كانت هيرو يعني، مش بطلة الدنيا، لكن هي مسكينة تعايشت مع ظروفها. سيدة أرملة عندها ابن وحيد مسافر، بنتين جنبها، بنت منهم ما بتنجبش، ما بيكملهاش حمل، تعمل ايه؟ طقوس بقى الزار، والحد بيجي يقرا قرآن، واللي بيعمل مش عارفة ايه، ده بالفطرة بالنسبة لهم، ده حاجة طبيعية. كان ممكن قوي أستاذ سيد يعني في بعض الحاجات هنا، مثلا صفحة 80 بنوصف دايما خالتي حميدة، احنا كتير اتكلمنا عنها. ففي مثلا زي صفحة 77 ايه كلمة رفطاو دي او رفطاو؟ رفطاو من الغلة، يعني وزن يعني من الغله، يعني كيل او حاجه معينه للكيل. تمام. رفطاو. اوكي. اكيله رفطاو يعني هي اللي اقصده ان هي مكيال او حاجه. هي مكيال، عدد من الغله يعني. كان لازم اعرف معناها بصراحه. تمام. في ايه معاش الخروف؟ معاش الخروف اللي هي الامعاء الخروف، المعاش اللي هو يعني نقدر نقول ان هي امعاء الخروف يعني معاش الخروف بس كامل، بالطحال، بالكبد، بالمصاري اللي هي منبار والحاجات دي يعني. هو المعاش. انا وقفت عندها دي برضو، انا كان لازم افهم العفشه يعني، في بعض الناس يقول العفشه. في صفحه 104 حضرتك اتكلمت كلمه تسعينات القرن الماضي. هي لما نتكلم التسعينات دي حقبة، التسعينيات دي بتوفر لي ان انا ادخل فده تصحيح فقط لغوي يعني. في صفحة 113 بنتكلم هنا عن 113 الفقرة الثانية. أنا أرى أن هذه الفتنة وراءها إيه؟ لا دي إيه؟ صفحة 13 قبل الأخير. ونحن يعني بيقول هم يحرضون ونحن ننفذ المصيبة في التنفيذ. ما ينفعش أكرر بقى أن ننفذ وتنفيذ. لا، ما هو في حاجة، أنا دي رؤيتي في الرواية. أوكي. إن إحنا مثلا أوروبا والعالم والاحتلالات والاستعمارات والكلام من ده، هل هو في مثل عندنا في القرية وفي البيئة، لا يدخل بيتك إلا برسيسة. إيه يدخل بيتك برسيسة؟ يعني الحرام ما يدخلش القرية أو يدخل بيتك إلا حد دخله. دليل صحيح؟ تمام. إحنا الدول ديت
تضع مواثيق ملهاش وقوانين. دعوه بالقوانين. لا احنا بنتكلم بس في الكلمه ماشي، وبعدين فهمت. حضرتك هتعقب بعد كده. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو كلمه، يعني انا اللي اقصده هنا تكرار اللفظ. حضرتك قلت في الفعل تكرار، حاجه، لكن مثلا لما اقول كلمه الاطفال بيلعبوا على الرمل الساخن حفاه، حفاه دي ايكوال دون حذاء. نعم. مش محتاجه اكتب الاثنين. ده اللي انا اقصده في الصياغه نفسها. تمام. بجانب ده انا بتكلم في هذه الروايه ان في معظمها انا بتكلم عن شخصيه كنموذج لهذا المجتمع ونساء هذا المجتمع، بتنقلي ثقافته، وده دور مهم. بتأرخ لي الأحداث في الستينات والسبعينات وكذا، وبعد دخول الكهرباء في التسعينات بنتكلم ازاي. ده مهم. لو انا هتكلم عن الرواية بهذا الشكل، عن هذه الشخصية المحورية بجانبها بعض الأشخاص زي كاتبنا كده كنموذج، أنا ممكن أجي في صفحة 110 وقت ما رجع في أجازة منتصف العام وعرف إن هذه السيدة ماتت. كان يعنيني قوي، لأن أنا كده هقول إنها finished، انتهت الرواية كده، خلصت، لأن أنا بتكلم عن الشخصية نفسها. أما إن أنا بتدخل في أحداث تانية أو بتكلم عنها، ده موضوع تاني خالص. هي مش هي طرف، لأن أنا عنونت العمل الأدبي باسمها. كان ينقصني قوي، يا إما إن أنا أقف عند 110 الخبر بوفاتها، أو أضيف بعض الصفحات اللي تقول لي حالة الوفاة، الحادث حصل إزاي، ماتت ازاي، ماتت تعبانه، ماتت يعني احنا ما شفنا صديق النخل عرفنا مات ازاي. فكنا نهتم قوي نعرف نهايتها ازاي، لكن احنا اديناها كخبر. الاستمراريه بس بالنسبه للاستاذ سيد تدارك بيها الموقف، ان هو كان بيتكلم عن كل شويه اصدقائه وزملائه بالجامعه بيبتدوا يقولوا له احكي لنا بقى من قصص خالتي حميده اللي بتتكلم حتى الاخبار. ده كان بيقول ان في مغالطه عندها، المغالطه دي بتقول ان الصهيونيه دي او الجماعه دول مين، ده واحد، ده انا اروح اقتله. هي مش مدركه ان دي اصبحت دوله محتله او بتحتل اراضينا العربيه، فعايز يوضح لها. طب ايه المشاكل اللي بتحصل في العراق، عايز يوضح لها. ففي كل حاجه من دي احنا بنتكلم عن هذا النموذج الفطري البسيط اللي هو كان بيكره التلفزيون، لان هو عامل السامر لوحده، هو مش محتاج تلفزيون، مش محتاج وسائل اعلام، هو بيتداول ويتناول الموضوعات اللي بيعيشها، وبالتالي بيبقى الكلام عنها في السامر من ابسط ما يكون، وبننقل في تربيه ولادنا قيم، عادات، تقاليد. هو دي حياتها. فكانت الحياه ببساطه مش محتاجه كل ده. كان لو هم شافوا في التلفزيون على حسب ما توصف لنا في الروايه كانوا بيخبوا نفسهم، ايه ده في راجل هيطلع منه. فطبعا هي مش مدركه ان هم اللي شايفينه مش هو اللي شايفهم. فده تعبير عن المجتمع في هذه الحقبه، تعبير عن كل اللي بيحصل فيه من خلال نموذج المراه، من خلال الشباب اللي عاصر الاثنين، عاصره وتفاعل معاه وشاف ردود الافعال بالنسبه لزميله اللي جه باباه يزوره وهو طالب في الازهر، ولقي احوال السيدات والفتيات في القاهره غير عندهم، فخاف على ابنه راح جوزه بنت في اعداديه. كل واحد بيتصرف بما يمليه عليه عقله وثقافته وديانته وما يتوائم مع مجتمعه. فده نجح فيه جدا الاستاذ سيد، وطبعا الف مبروك لحضرتك، ويعني عمل ناجح، وشكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا للناقدة